السلس البولي، حالات كتير بتيجي تسألني إيه أنواعه وإيه الفرق ما بينهم. أول حاجة السلس البولي إن أنت تبقى مش بتتحكم في البول بتاعها. في منه نوعين، نوع بنقول عليه ستريس ونوع اللي هو القرش. الستريس يعني كل ما تكحي أو تعطسي أو تشيلي حاجة تقيلة أو تعملي حركة مفاجئة ينزل نقطة أو نقطتين من البول. لكن لو أنت مزنوقة وكل ما تحسي إن المثانة مليانة ممكن ما تلحقيش نفسك إنك تدخلي الحمام فده القرش. طب إيه الفرق بينهم؟ الستريس انكونتيننس ده نوع من الأنواع اللي بيكون سببه ضعف في العضلات وبيكون بيتعالج غالبا جراحة إن كانت الحالة من الدرجة الشديدة أو الدرجة المتوسطة. بعض الحالات اللي الدرجة فيها بسيطة ممكن تتعالج بالأجهزة وتلاقي تحسن جيد. طب إيه موضوع القرش؟ إن انت كل ما تحسي إنك مزنوقة أو المثانة مليانة متلحقيش نفسك، ده ساعتها بيكون المثانة بتاعتك حساسة. ده علاجها عادة بيكون دوائي، وممكن ساعات يكون السبب أصلاً شوية التهابات في بول في المثانة، وساعتها بتتحسني على الأدوية.